في سنة 2001 كان في شاب كرواتي اسمه إيفو. كان عمل حادثة صعبة جدا ودخل في غيبوبة بسببها، استمرت لمدة 10 أيام كاملين. ولما صحي كان شكله مش زي الأول، وعيونه مليانة رعب، وأول كلمة قالها: أنا مش عايز أرجع هنا. الدكاترة جريوا عليه، لكن الكارثة بدأت لما اكتشفوا حاجة غريبة: إيفو بدأ يتكلم ألماني بطلاقة. المشكلة هنا إن محدش في عيلته كلها كان بيتكلم ألماني، وهو نفسه عمره ما اتكلم ألماني ولا درس ألماني ولا حتى سافر ألمانيا. والأغرب، لما حد من عيلته بدأ يسأله: أنت مين؟ كان بيردد: أنا مش إيفو، أنا شخص تاني. لما حاولوا يرجعوه لأيامه القديمة، كان كل كلمة بيقولها عن كرواتيا كانت كلمات صعبة جدا ووحشة جدا جدا، كأنه بيكره كرواتيا مع إنها بلده. وكل الناس اللي حواليه مش قادرين يصدقوا اللي بيحصل. والسؤال هنا: هل دي حاجة طبيعية المفروض تحصل بعد أي حد بيدخل في غيبوبة، ولا دي حاجة غريبة عمرها ما حصلت قبل كده؟ مستنيك تقولي ايه أغرب حاجة حصلت معاك أو شفتها، ولو عندك حاجة حابب نحكيها ياريت تبعتهالي. وبس كده، سلام.